في زمن من الأزمان وكتير من زمان كانت ولا زالت الدولة الأموية هي أكبر دولة في التاريخ بمساحة 13.4 مليون كيلو متر مربع. فتخيل يا رعاك الله الدولة الأموية وكمية كبرها. إذا بتجمع الوطن العربي الآن كله مساحته بكل الدول العربية بيطلع 13.1 مليون كيلو متر مربع. فالدولة الأموية أكبر بمساحة 300 ألف كيلو متر مربع، يعني بمساحة دول حاليا. طيب كيف راحت الدولة الأموية وشو اللي خلاها تكبر بهالشكل وشو السر وشو تغيير الشكل؟ والله الموضوع قوي وبده كتير دوي. خليني بلش لكم من هلا حكي. خلينا نبلش بالفتوحات من عهد الامويين. خلينا نشوف طرف الكاس المليان مشان ما اكون حايز او منحاز او خوان. اول خليفه للامويين هو معاويه بن ابي سفيان. واستمرت فتوحاته لحتى استعاد ارمينيا، ومن بعد ارمينيا وصلوا لمدينه العموريه، وعموريه هي مدينه قريبه لانقره. فتخيل يا رعاك الله انه هذا المسلم عايش باسطنبول وهي بعيده عن عموريه مسافه 600 كيلو متر. فتخيل ما مهده الاجداد ليعيش فيه الاحفاد. بزمن سيدنا معاويه وبالحمله الثانيه لفتح القسطنطينيه المسلمين فتحوا جزيرتين هن ارواد ورودوس. الطرف الثاني وبمكان ثاني بعيد تماما عن المناطق اللي انا عم بحكي لكم اياها هلا بالمغرب العربي فتحوا مدينه القيروان. وانبنت مدينه القيروان على يد عقبه بن نافع. ووقف ودعا عقبة بن نافع لما فتحوا مدينة القيروان وقال: اللهم املأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك وأعز بها الإسلام. فعلا كانت مدينة القيروان هي بداية الإسلام في هذاك الزمان بهذيك المنطقة، وزاد نفوذه وقوته وفتوحاته اللي وصلت بعدين للأندلس. وحيكون لنا حكي كتير بمدينة الأندلس، وإن شاء الله أكون لكم سفير وأحكي لكم عن مدينة الأندلس من مساجدها بإذن الله. استمرت الفتوحات حتى وصلت لمدينة تلمسان، ومن بعد تلمسان طنجة، وبعدين بلاد اللان في عهد الدولة الأموية. حتى كبرت الدولة الأموية كبر فظيع كتير، ووصلوا لأنحاء الأرض من الصين للأندلس. خليني أحكي لكم هالكم كلمة على القافية الشامية وباللهجة الشامية. ساد النظام بالدولة وعاد الاستقرار. الشام صارت مركز القرار، ودمشق لمعت نجمة بنهار. طرق التجارة صارت انسياب. حلم انتشر بكل باب ودار. عبد الملك سك الدنانير وعرب الدواوين والتقارير. عمر المساجد بكل ديار وبنى قبة الصخرة بكل هيبة ووقار. هم وسعت الحدود ومن الصين للأندلس وكمان بيزود. صار اسمهم بكل البلاد. صار الإسلام بكل مكان موجود. هشام بن عبد الملك حكيم نشر العلم وزاد التعليم. وكانت حضارة مو بس سيوف، كانت فكر وعمران وعز مقيم. بس رغم العز والمقام دخل الخلاف وانقلب النظام، وقامت الدولة العباسية بانقلاب وطوت صفحة فيها ألف هيبة ومهام. طيب كيف راحت دولة الأمويين؟ كانت الأموية بعلو الشان، بس الزمان قلب الميزان. في ناس بالظل كانت تضحك وتحضر لثورة من تحت الطرابيش. العباسيين قالوا إلنا الحق، نحن بالشام والعراق أحق. صاروا يجمعوا الناس بخفية. بخراسان بدأت القصة قوية. أبو مسلم قائد ما بينام جمع جيوش الظل والظلام، والمروانيين كانوا مشغولين بالترف والنزاع والتخوين. المعركة صارت بهالمكان وانهزم مروان وما عاد له تدبير. هرب لمصر يفكر يلاقي نجاة. السيف سبقه ونهاله الحياة. الراية السوداء ارتفعت لفوق. الحكم العباسي صار هو السوق. راحت دمشق وطفى الضوء اللي كان عالي نزل من الجو. هيك انتهت دولة الأمويين وبلشت دولة العباسيين الطامحين. بعد مجد وهيبة صار التاريخ يكتب حتى المصيبة. والسلام على من أتى بالإسلام.